انا هقولك ان شاء الله 5 قواعد هتخليكي تقدري تتحكمي في العند عند المراهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم وفيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة اتطلب مني كتير جدا جدا، وامهات كتيرة بتقولي احنا اولادنا في فترة المراهقة وعندهم مشكلة صعبة جدا. لو عايزين تعرفوا ايه المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات اللي هو زر الجرس يعني علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان ينتشر ويوصل لأمهات كتير. المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة وهي مهمة جدا جدا، وهي مشكلة العناد عند المراهق. يلا بينا نتكلم عن المشكلة. اهلا بيكم مرة تانية. كتير من الامهات بيقولولي احنا اولادنا مشكلتهم انهم ما بيسمعوش الكلام، لما بنقول لهم على حاجة ما بيرضوش يعملوها، بيعندوا قصادنا، مش عايزين ينفذوا اي اوامر احنا بنديها لهم. انا عايزاكم تعرفوا اول حاجة ان المراهق مش بيحب الاوامر، مش عايز يحس ان عليه سلطة وان انت اللي ماسك السلطة دي، علشان كده بتلاقيه بيقاوم وبيعاند ومش عايز ينفذ اي حاجة من اللي الام بتقوله او الاب بيقوله. طيب نعمل ايه علشان نحل المشكلة دي، مشكلة العناد عند المراهقين؟ انا هقولك ان شاء الله 5 قواعد هتخليكي تقدري تتحكمي في العند عند المراهقين، وهتبدأي انك تحل مشكلة العناد دي، وابنك او بنتك ان شاء الله هيكونوا سهلين وهيكونوا متفاهمين معاكي. ال5 قواعد دي لو نفذتيها صح وعملتي التمرينات اللي انا هقولك عليها النهاردة ونفذتيها مع اولادك، ان شاء الله هتجيب نتيجة هايلة. بس احنا دايما بنقول ان فترة المراهقة دي محتاجة مننا صبر وطولة بال، واننا نتحكم احنا في انفعالاتنا ونتحكم في هدوءنا وفي اعصابنا علشان الاولاد يعملوا زينا ويتعلموا مننا. فارجوكي يا كل ام وكل اب، ارجوك انك تتحلى بالصبر على قد ما تقدر. انا عارفة ان في ضغوط عليكم، بس حاولوا انكم تتحلوا بالصبر على قد ما تقدروا، وناخد كده شعار في حياتنا واحنا بنربي اولادنا صغيرين او كبار، اننا نربيهم بالاحسان، لان الاحسان بيلف ويرجع لنا مرة تانية في الكبر ان شاء الله. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فان شاء الله انتوا لو عملتوا كده، اتحليتوا بالصبر ومشيتوا على القواعد اللي احنا هنقولها النهاردة، بإذن الله مش هيبقى فيه مشكلة كبيرة من العناد، وإنما هتدوب واحدة واحدة وهتكون الدنيا أهدى إن شاء الله. يلا بينا نتكلم على ال5 قواعد اللي هنتبعهم إن شاء الله علشان نحل مشكلة العناد عند المراهق. أول قاعدة عندنا وهي إننا نديله الثقة بنفسه. لازم ندي للمراهق ثقته بنفسه، لازم يحس بنفسه، لازم يحس بوجوده. المراهق لو حس انه مضطهد في البيت، مضطهد من باباه، مضطهد من مامته، حاسس ان هو مظلوم، حاسس ان هو ملوش رأي، حاسس ان مفيش حد واقف في صفه وبيحبه، فده هيخليه يتمرد ويعند. كل ما يقول كلمة الاب او الام يعترضوا عليها، كل ما يقول فكرة يقولوا له انت ما انتش فاهم حاجة، كل ما يحب يعبر عن رأيه محدش بيسمع له، علشان كده بيبدأ يعند ويتمرد، مش عايز يسمع اي كلام من باباه او مامته، ومش عايز ينفذ اي حاجة هما بيقولوا عليها. كان في مشكلة يعني وصلتني ان في بنت في فترة المراهقة عندها 15 سنة، فبتقول انا دايما انا وماما في مشاكل بينا، ودايما بتزعق لي وبتشتمني، ودايما في مشكلة. فحتى
مش بتقف المشكلة عندي انا وماما وبس، انما كمان لما بابا بيجي اخر النهار من الشغل، ماما بتقعد تحكي له تفاصيل المشكلة تاني، وبابا يرجع يعيد المشكلة ويهزقني ويشتمني وممكن يضربني. فكده انا بفضل طول اليوم في مشاكل، لا بابا بيفهمني ولا ماما بتسمعني، وما فيش حد ابدا ابدا بيحبني في البيت. فبالتالي البنت في الفترة دي بتكون حاسة ان هي مظلومة مضطهدة ملهاش حد، فممكن لا قدر الله ان هي تروح خارج البيت وتعمل حاجات غلط. حد مثلا اصحاب سيئين يضحكوا عليها، او اي حد ممكن ان هو يستغلها، لان هي بتدور على حد يفهمها، بتدور على حد تطمن معاه، بتدور على حد يحتويها، وفي البيت ضاع الاحتواء وضاع الامان. صدقوني لو في فترة المراهقة احنا فهمناها صح وفهمنا احتياجات اولادنا فيها صح، ان شاء الله هنقدر اننا نكسبهم ويكونوا اصدقاء لينا. فارجوكم يعني تابعوا الحلقة واكتبوا كل النقاط الخمسة، وان شاء الله ننفذها مع اولادنا. هتيجي هتقولي ازاي انا اخليه يثق في نفسه، ازاي يعني يحس ان هو ليه قيمة؟ هيحس ان هو ليه قيمة لما ناخد رأيه مثلا في موضوعات تخص الأسرة. مثلا نديله مسؤولية ومهمة ان هو يقوم بيها في البيت. يعني مثلا هو عليه الطلبات اللي يشتريها من بره، ويشتري احتياجات البيت. مثلا لو بنت ممكن نقول لها انتي مثلا يا حبيبتي عليكي ان انتي تروحي معايا مثلا المشاوير، او تروحي معايا عند الدكتور، انا بحب ان انا استعين بيكي. تاخدي رأيها مثلا في ناكل ايه النهارده، نطبخ ايه النهارده، وممكن هي تساعدك. طبعا هتيجي امهات وتقولي احنا اولادنا ما بيرضوش يعملوا الحاجات دي، لو قلنا لهم على اي حاجه ما بيعملوهاش. طيب في عندنا حاجه اسمها الحزم. انا لو ابني او بنتي انا عطياهم الاحترام والثقة بالنفس ومقدراهم، وبقول لهم على يعني حاجات يعملوها، وظايف يعملوها او مهام يعملوها، وما بيسمعوش كلامي، لازم يعرفوا ان انا كلمتي واحدة، ان انا طالما انا بديك احترام وثقة وفي بينا حوار وفي بينا صداقة، فانا كلامي يحترم، انا بحترمك فانت كمان تحترم كلامي. انا بكون قدوة ليهم. فطبعا طلبت مثلا من البنت ان هي تيجي تنظف مثلا الأوضة الفلانية، او تيجي مثلا تحضر معايا الاكل، فالبنت قالت لا مش هعمل، او الولد قال لا مش هجيب الطلبات من بره. انا طبعا بيبقى في بيني وبينهم مساحة ود، فانا طبعا بكل هدوء كده بقول لهم تمام، انت مش عايز تنفذ الطلب اللي انا طلبته منك، في حين ان انا لما انت بتحتاج مني شيء انا بنفذ لك طلباتك. فبالتالي انت لو مش هتنفذ الطلبات اللي انا محتاجاها منك، انا كمان مش هنفذ لك طلباتك اللي انت محتاجها مني. وليكن مثلا هو كان طالب حاجة، او انتوا متعودين ان حاجة بتجيبيها له او بتعملها له، فبتقولي له الحاجة الفلانية دي مش هقدر ان انا هقدمها لك، لان احنا في الأسرة بنبقى متعاونين. لازم يا جماعة، يعني في ناس هتقول كده ده كلام نظري، بس احنا لو بقى لينا قواعد كده وماشيين عليها هنرتاح، صدقوني هنرتاح. ده مش كلام نظري، ده كلام عملي وفي ناس بتطبقه. يعني انت لما تتكلمي بكل هدوء مع المراهق وتفهميه ان هو فرد من الاسره، عليه دور وليه حقوق وعليه واجبات لازم يقوم بيها، وانت كمان كأم او كأب عليكوا دور وليكوا حقوق وعليكوا مسؤوليات بتقوموا بيها علشان الاسره ككل تنجح، فالمراهق بيحس ان في حزم، بيحس ان في لو ما قامش بدوره هيفقد حاجة تانية. علشان كده انت لما تديهم مهمات لازم تقفي عندها، ولازم ينفذوها بالاحترام بالحزم، مش بالعصبية ولا بالزعيق. تاني قاعدة انت هتعمليها مع المراهق وهي المدح. المراهق بيحب المدح جدا. انت لما بتمدحيه فانت بتحسسيه بقيمته، بتحسسيه انه هو مرغوب فيه، بتطفي عنده الغرور. المراهقين يا جماعة بيبقوا عندهم كده حتة انانية، مش شايف غير نفسه، عاوز مصلحته، عاوز متعته، هو عايز يعمل كل حاجة لنفسه، يعني بيتمحور حوالين نفسه، يعني هو مش شايف غير نفسه.
طبعا بنسبة كبيرة جدا جدا المراهقين بيكونوا كده، نادرا نادرا اللي بتلاقيه يعني ايه مش اناني او مش شايف نفسه محور الكون. فانت لما تمدحي صفاته الجيدة اللي موجودة فيه، طبعا اكيد هتلاقي صفات جيدة في ابنك، يعني مش كله كده عنده وشد وجذب، لا اكيد هيبقى فيه حاجات كويسة. فانت لما بتمدحي الحاجات الكويسة اللي في ابنك، فهو بيحس بقيمته، بيحس ان انت بتحبيه، وبيحاول ان هو يكون عند حسن ظنك. صدقيني احنا قلنا قبل كده ان هو عنده ضمير حي، فانتي كده بتصحي ضميره وبتخليه ان هو يعني عايز يكسبك، عاوز يعمل حاجات كويسة ترضيكي. فكتري من المدح، طبعا مدح على سلوكيات كويسه هو عملها، مش مدح وخلاص كده يعني اي كلام، لان هما بيحسوا بيعرفوا اذا كنت انت بتتكلمي حقيقي ولا بتضحكي عليهم كده وبتقولي اي كلام. المراهق ذكي جدا وبيعرف وبيحس الاب او الام هم قصدهم ايه من الكلام. فانتي كتري من المدح على السلوكيات الجيده، هتلاقيها ان شاء الله بتزيد وهتكسبي ثقته واحترامه ليكي. تالت قاعدة عندنا وهي ما تقوديش انتي التغيير في سلوكيات المراهق السيئة. بمعنى ان انتي مثلا شايفة ابنك بيشتم، طبعا المراهقين بتلاقيهم خاصة في الوقت اللي احنا فيه ده غير زمان، بتلاقيهم بيحبوا قوي الشتيمة ويشتموا بعض كده في الجروبات بتاعتهم، وبتبقى حاجة عادية جدا. فهو عايز ينقل الشتيمة اللي بره البيت دي لجوه البيت. هتلاقيه مثلا بيشتم اخواته، هتلاقيه مثلا بيضرب الصغيرين، هتلاقيه بيكذب، هتلاقيه بيعمل اي سلوكيات مرفوضة. فانتي ما تكونيش انتي اللي بتديله الاوامر، او الاب هو اللي بيديله الاوامر. بمعنى ان انتي تقولي له ايه، ما تضربش، انا مش قلت لك ما تضربش، ما تكذبش، ما تشتمش، اوعى تشتم، لو شفتك بتشتم هعمل كذا. انتي ما تديلوش الاوامر وتقولي له ما تعملش، لانه يعني مش هيسمع كلامك وهيعند معاكي، وكمان هيعمل عكس اللي انتي بتقولي عليه. ليه؟ لان هو ما بيحبش الاوامر، مش عايز يسمع كلمة اعمل، ما تعملش، لازم، ما ينفعش، مش عايز يسمع كده. هو عايز يكون هو صاحب التغيير. يعني تعملي ايه؟ لقيت ابنك بيشتم وبيقول الفاظ مش مقبولة اصلا تتقال في البيت، تقولي له لو سمحت الشتيمة مرفوضة. انت كراجل كده محترم وشاب مهذب ويعني متربي وابن ناس كده وكويس، ينفع ان انت تشتم وتقول الالفاظ دي في البيت؟ هتلاقيه كده هيقولك، ما دام انت بتكلميه بهدوء وباحترام هيقولك لا ما ينفعش. فهتقولي له طيب قولي ايه الحل، لان الشتيمه دي مرفوضه جوه البيت. فهتطلبي منه ان هو اللي يحط لك الحلول. هتقولي له احنا يعني قلنا هو ان الشتيمه دي ما تنفعش في البيت، طب انت بقى تعمل ايه؟ او مثلا هو بيكذب، هتقولي له، او بنت بتكذب هتقولي لها حبيبتي انتي بنوته جميله ومؤدبه وعارفه ان الكذب حرام، طيب انتي ينفع انك تكذبي؟ فهتقولك لا ما ينفعش. طيب انتي عارفه عواقب الكذب ايه؟ هتقولك كذا كذا. طيب قولي لها طب ايه الحل، انت شايفه ايه، انت رايك ايه؟ فهتقولك انا مثلا كذبت عشان خايفه، كذبت عشان كذا كذا. تقومي انت تطلبي منها الحلول، وهي هتقولك رايها وانت تقولي رايك وتتفقوا على الحلول. هي الطريقه دي بتكون المناسبه ان المراهق ما يعملش الخطأ ده تاني. طيب في ناس قالت لي فعلا احنا بنعمل كده بس الولاد بيكرروا السلوكيات. طيب احنا نشوف ايه هو السبب وراء السلوك، نشوف ما وراء السلوك. هل الطفل ده بيعمل مثلا بيكذب علشان في حاجة مثلا مخوفاه جواه وهو مش قادر يعبر عنها؟ مثلا طفل او مراهق بياخد فلوس من ورا باباه ومامته، او بياخد فلوس مصروف كتير او كده يعني، وبيبقى عايز فلوس كتير. طب انا اشوف ادور ورا اصحابه، ادور هو يعني ايه اللي مخليه عايز فلوس كتير. فانا بدور على السبب وراء السلوك الغلط اللي هو بيعمله. لو انا عرفت السبب لو انا عرفت السبب وبدأت ان انا احل الاسباب دي، او يعني اخلي الاسباب دي مش موجودة،
فحل المشكلة بيكون اسهل. فاحنا في النقطة دي هنخلي الولاد هم اللي يقودوا تغيير سلوكياتهم السيئة ويقولوا لنا الحلول، ما ندهمش احنا الاوامر. انا عارفة ان المهمة دي بتكون صعبة ومحتاجة هدوء وصبر، بس بجد بجد هو المراهق عايز هدوء وضبط نفس وضبط انفعال، وتكون انت هادي او تكوني هادية يعني في الوقت ده، علشان تعرفوا تحلوا المشاكل. لو قدرتوا انكم تضبطوا انفعالاتكم ان شاء الله هتجيب نتائج هايلة مع الولاد. رابع قاعدة عندنا في القواعد الخمسة اللي هنتبعها علشان نحل مشكلة العناد عند المراهق، وهي مهمة جدا، وهي الحوار يا جماعة مع أولادنا مهم جدا. يمكن هي المفروض تكون من البداية خالص، من أول وهم صغيرين، نتكلم معاهم، نسمعهم وهم يسمعونا، نناقشهم في مشاكلهم ويحكوا لنا عن حياتهم مع أصحابهم وتفاصيل حياتهم ونسمعهم، وكمان نحكي لهم إحنا عن مواقف بتقابلنا أو عن مشكلات حياتية ينفع إن هم يسمعوها ويقولوا رأيهم فيها. الحوار يا جماعة بيحل أي مشكلة. يعني احنا ككبار بنحب ان احنا حد يسمعنا وحد يفهمنا، فهم كمراهقين اشد الناس حاجة للحوار، وان هم يحسوا ان في حد موجود ان هو يسمعهم. لو غلطوا في حد هيسمعهم ويفهمهم، مش حد يزعق لهم او حد يشتمهم او حد يعاقبهم او يضربهم. هم محتاجين يحسوا ان في حضن بيحتويهم، حضن بيخاف عليهم، مش ان العلاقة بين المراهق واهله تكون محصورة في الأوامر والنواهي وفقط. فالحوار مهم جدا جدا، ما نغفلهوش، ويا ريت يكون في جلسة أسرية نعملها مع أولادنا وكلنا نتكلم فيها وكل واحد يعبر عن رأيه. خامس نقطة معانا والأخيرة وهي كثرة النصائح. يعني النصايح الكتير للولاد ما بيعملوش بيها. بتقول لهم الصبح نصايح والظهر نصايح واخر الليل نصايح وكله نصايح في نصايح، مش هيعملوا بيها لانهم بيعتبروها اوامر. حتى انت لو بتنصحي، انتي بتقولي النصايح في هيئة مواقف حياتية، او بتقولي مثلا قصة عبرة بتدخلي فيها النصيحة، ودي بتحصل عن طريق الجلسات الأسرية زي ما قلنا في الخطوة اللي قبل كده. بتقعدوا مع بعض مثلا بتتكلموا بتضحكوا بتهزروا، بتقولي حكاية فيها نصيحة، بتقولي فايدة الصدق في داخل الحكاية بتاعتك، بتقولي مثلا موقف حصل وشفتيه وبتدخلي فيه نصيحة. يعني ما تكونش النصيحة مباشرة علشان هم مش هيتقبلوها، يعتبروها أوامر ومش هينفذوها. لكن انتي النصايح بتبقى ايه؟ يعني دايما احنا ماشيين بالإرشاد والنصح لأولادنا، بس بتكون بطريقة غير مباشرة، بتبقى داخل موقف، داخل قصة، داخل حكاية، داخل حاجة بنهزر مع بعض، نقوم مدخلين نصيحة، الجو كويس كده والدنيا لطيفة، نقول مع بعض النصيحة ديت بشكل غير مباشر. دي بتوصل لهم أكتر وبتحسسهم ان انتي مش مركزة عليهم وان هم فيهم حاجات غلط، علشان كده عمالة تقوميهم وتصلحيهم. لكن انتي بتقولي النصيحة بشكل عام وان شاء الله هيعملوا بيها. كل النصايح دي بيركزوا فيها لكن مش بيبينولك، علشان يعني يحسوا نفسهم ان هم كبار وخلاص كبروا بقى على النصايح والارشاد والكلام ده، لكن هم بيعملوا بيها وبيطلعوها وقت اللزوم. احنا كده خلصنا الخمس قواعد بتاعتنا اللي هنستخدمها في حل مشكلة العناد عند المراهق. لو انتي ابنك او بنتك عندهم مشكلة العند، فشوفي السبب وراء العند ده. هل انتي دايما تديهم نصايح واوامر وتعندي معاهم فهم بيردولك العند ده؟ انتي مفيش حوار بينك وبين اولادك، مفيش كده وقت كده فاني كده بتقضوه مع بعض، مرح كده مع بعض، فهم بقى مش حاسين بالامان ولا السعادة في البيت، فبيعندوا علشان يعني بيعملوا اي تصرفات تضايق وخلاص. شوفي انتي ما بتعمليش ايه في القواعد اللي قلناها دي وحاولي ان انتي تطبقيها. احنا زي ما تعودنا انا بديكم تدريب علشان يكون يعني مش كلام مرسل وخلاص. احنا نشتغل على الخمس قواعد دي لمدة 3 أسابيع، يعني نصبر 3 أسابيع ونتبع الخمس قواعد مع الولاد، اللي هي زي ما قلنا ان انتوا هتمدحوهم، هتدوهم ثقتهم بنفسهم وتحسسوهم ان هم يتحملوا المسؤولية. بيكون في حوار ومناقشة، النصايح ما بتكونش كتير ومباشرة.
كمان هم اللي غيروا نفسهم في العيوب اللي فيهم، مش انتي اللي بتفرضي عليهم التغيير. لو انتي اتبعتي النصايح دي لمدة 3 أسابيع، معلش يعني شوية صبر، شوية ضبط انفعال، وتعملي ال5 قواعد دول لمدة 3 أسابيع، ان شاء الله ان شاء الله هيكون في تغيير للأفضل. صدقيني ان شاء الله هيكون تغيير للأفضل، بس ما تنتظريش النتيجة الا بعد 3 أسابيع، علشان يعني هم بياخدوا وقت شوية في التغيير. تمام؟ فإن شاء الله نطبق ال5 قواعد دي لمدة 3 أسابيع مع أولادنا اللي عندهم مشكلة العناد، وبإذن الله يكون في نتائج ترضيكم إن شاء الله. أتمنى الفيديو يكون أفادكم وتكونوا استفدتوا منه وتطبقوا ال5 قواعد اللي قلنا عليها. واكتبوا لي في التعليقات لو في أي مشكلة قابلتكم، أو العند بيعمل لكم إيه في البيت، أو إيه السبب الرئيسي في العند عند أولادكم، وإن شاء الله نتكلم فيها وأرد عليكم في التعليقات وأقول لكم الحلول بإذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اللي هو زر التنبيهات، علشان يوصلكم الجديد في فيديوهاتنا في مشكلات المراهقة، لأننا مش هنسيب المراهقة إلا لما نحل كل المشكلات اللي فيها وناخد تدريبات تساعدنا نوصل بأولادنا لبر الأمان. لأن المراهقة دي هي آخر فترة احنا بنقدم لأولادنا فيها التربية والنصيحة، لأنهم بعد كده هيشقوا طريقهم وخلاص هيشوفوا حياتهم ومش هيبقوا محتاجين لنا زي الأول. فأتمنى منكم إنكم تعملوا لايك للفيديو، علشان اللايك ده بيحسسني ان انتم استفدتوا من الفيديو، وبيحسسني انكم مهتمين ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتر، وبيشجعني ان انا اعمل فيديوهات، وكمان بيساعد في ارتفاع القناة علشان تكبر بيكم وليكم وتوصل لناس كتير. متشكرة جدا جدا على دعمكم، وفي ناس فعلا بتشترك وبتعمل لايك، انا بحب اشكرهم جدا جدا. وان شاء الله استنوني وفيديو جديد، ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.